ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده هنعمل سندوتشات سهله ولذيذه جدا، هتنفع للسحور او تنفع للفطار للولاد اللي بيزهقوا من اكلنا التقليدي، تبقى تغيير بالنسبه لهم. في طاسه على النار فيها معلقتين زبده على معلقتين زيت، هحط بصله مفرومه ناعم وهدبلها كويس، وبعدين هحط لها فصين توم مفرومين، وبعدين هحط الفراخ زي ما اتفقنا. احنا مش هنستخدم اكتر من ربع الفرخه، صدر فرخه كده متقطع مكعبات. حطيته بقى لحد ما لونه بقى ابيض، وحطيت عليه الملح والفلفل والبابريكا والزعتر، كل حاجه نص معلقه صغيره. ونسيت بس اصور نص كوبايه ميه حطيتها على الفراخ عشان تستوي كويس. بعد كده حطيت لها فلفلايه سبايسي وفلفلايه رومي ومعلقتين كبار جبنه موتزاريلا على شيدر. في طبق بقى فيه 3 معالق مايونيز ومعلقه مستردة واحده. والعيش اللي هنستخدمه قسمته كده نصين وحطيته في الصينيه بالشكل ده، وتفتحيه من فوق كده. وبعدين قلبت بقى المايو على المستردة. لو تحبي تغيري تحطي مايو كاتشب او تحطي كاتشب بس، يعني غيري براحتك، الحاجات دي براحتك. قلبت بقى كده المايو والمستردة مع بعض، وبدأت ادهن بيهم السندوتشات من جوه بالشكل ده. بس ادهني كويس، يعني ادهني كذا مرة بالشكل ده كده. بعد كده حطيت بقى طبقة من الجبنة، والجبنة اللي انا مستخدماها النهاردة كلها ميكس، يعني هي اللي هحطها في السندوتشات وعلى وشها وكده. لو تحبي تغيري نوع الجبنة براحتك. حطيت طبقة جبنة تحت، وبعدين طبقة من الفراخ، وبعدين طبقة جبنة على الوش تاني، وبس. طريقة سهلة خالص. وهدخله بقى الفرن، مش الفرن، الشواية، بس 5 دقايق في الشواية. الجبنة بس تسيح وتاخد لون حلو كده، وبس. عملنا بقى السندوتشات بتاعتنا كده. بعد ما خلصتها بقى في الصينية، رشيت عليها على الوش كلها برضو طبقة جبنة تانية بالشكل ده. سندوتشات حلوة قوي زي ما بقولك، تنفع ممكن للسحور او للولاد يفطروا بيها. حطيت بقى طبقة الجبنة على الوش كده، وهدخلها الشواية 5 دقايق. هتطلع بقى الجبنة تكون سايحة وهتاخد اللون الذهبي بالشكل ده. قدميها بقى مع مايو، مع مستردة، مع كاتشب. انا فتحت واحد كده عشان تشوفي شكله من جوه، لذيذ قوي طعم وبألف هنا. وانا كتبت بقى اسماء: دودو، محمد حبيبي، ومانة بنوتي الصغنونة جمانة، ومودي أمير. ده إهداء ليكم، أكتر أطفال بتدعموني في القناة، ربنا يخليكم ليا وبألف هنا. ولو عجبتك الساندوتشات النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.